رب تكونوا بخير. درس النهارده ان شاء الله هنبدأ نتكلم فيه عن الاجاكس او نكمل فيه الجزء بتاع الاي بي اي. طيب، زمان كان في تكنيك كده هما شغالين بيه اسمه اجاكس دوت. كان هو الطريقة اللي بنقدر نعمل بيها كونكشن مع السيرفر او نقدر نستقبل بيها داتا او نبعت بيها داتا للسيرفر. طيب دي كانت بتتم ازاي؟ احنا كان فيه اوبجكت كده موجود عندنا اسمه XML HTTP request. ده عبارة عن اوبجكت، الاوبجكت ده فيه شوية ميثودز كده احنا حابين نستفيد بيها. طيب فعشان ابدا اعمل الكلام دوت هاجي اخزن كده في الفاريبل ده ماي HTTP واقول له خزن لي فيه الاكس ام ال HTTP ريكوست. انت عشان تبدا تستفيد بالميثودز اللي موجوده عنده لازم تاخد منه انستنس او نسخه، فباجي اعمل هنا منه نيو كده. دلوقتي كده الماي HTTP ديت او الماي HTTP اللي هو الفاريبل بتاعي دلوقتي بقى عنده كل الميثودز اللي احنا محتاجينها، زي مثلا حاجه اسمها اوبن. والاوبن ديت لو احنا جينا بصينا كده هتلاقي ان الميثود دي بتقول له ان انت بتبعت له الميثود بتاعتك واليو ار ال. طب الميثود واليو ار ال والاي بي ايز اللي انا هتعامل معاها دي فين؟ احنا دلوقتي لسه معناش باك اند وما نعرفش باك اند وما نعرفش ومعناش فلوس ان احنا نجيب حد مثلا يعمل لنا داتابيس والكلام ده كله. ففي مواقع كتير عامله لك فيك اي بي ايز تقدر انك انت تستخدمها از بروتوتايب وتستنج. طب زي ايه مثلا؟ في عندنا مواقع زي الموقع مثلا اللي هو اسمه جيسون بليس هولدر دوت. هتلاقي ان الراجل ده بيقول لك ان هو عامل لك فيك اي بي اي دي بتستخدمها في التستنج والبروتوتايب بس. طيب لو جينا بصينا تحت هتلاقي في الدوكيومنتيشن بيقول لك بتستخدمها ازاي والكلام ده. في عنده حاجه اسمها ريسورسز، والريسورسز دي المصادر بتاعت الاي بي اي بتاعتك اللي انت يعني هنا مثلا بيقول لك هو مرجع لك هنا 100 بوست، هنا بيقول لك 500 مش عارف كومنت، 100 البوم، الكلام ده كله. طب اعرف منين الميثودز؟ احنا بنعرف الميثودز بتاعته هنا من حاجه اسمها راوتس، والراوتس دي بيقول لك زي ما قلت لك انا في الاول ان الباك اند لما بيجي يديك اليو ار ال بيديك معاه الميثود. فعلى سبيل المثال كده احنا كل الفايلات اللي بنتعامل معاها بفايل اسمه جيسون فايل. فلو جيت بصيت كده هتلاقي دي شكل الداتا بتاعتك. دي طبعا الاي بي اي اللي بيديها لك الراجل بتاع الباك اند، هتلاقيها عباره عن ايه؟ array of object، ودي بنسميها جيسون فايل. طيب حاجه زي مثلا نيوز اي بي اي دي نفس الفكره، لكن هنا الموقع ده لازم تعمل عليه لوجن الاول عشان يبدا يديك كي تقدر تستخدمه عشان تقدر تاخد برضو اللينكات. طبعا الراجل ده برضو هتلاقيه زي لايف كده اي بي اي، شويه حاجات عن تسلا، شويه حاجات عن الهيدلاينز بتاعت امريكا، شويه حاجات عن التكنولوجي، الكلام ده كله. فبيكون اللينك بتاعك برضه اهوت والجيت اللي هي الميثود بتاعتك. ولكن هنا انت عندك في اوبجكت كبير شايل الستاتس بتاعتك والتوتال ريزلت، وعندك الاري بتاعك المره دي ليه اسمه ارتكلز. فهو الاري ده اللي انا محتاج ان انا اوصل له، او ده شكل الداتا عامه من قبل ما ندخل في اي تفاصيل. طيب تعال نبدا نشوف الكلام دوت احنا بنعمله ازاي. والله الراجل دوت جه قال لك ان احنا عندنا هنا ماي دوت او ماي اتش تي تي بي دوت اوبن. قال لك ان انا هنا بتيجي تحط الميثود بتاعتك اللي هي وليكن جيت، واليو ار ال مثلا بتاعك اللي هو فين بقى اليو ار ال. قال لك بص لو انت مثلا جينا على موقع زي بليس هولدر ده كده، ده الموقع بتاعك او ده الاي بي ايز بتاعتك اللي انت عايز تستخدمها. قال لك اليو ار ال بتاعك هو ده. بص كده احنا لو جينا فصصناه واحده واحده زي ما اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات، ال HTTPS دوت هو البروتوكول بتاعي، الجيسون بليس هولدر دوت تايب كود دوت او اي كود دوت كوم ده الهوست نيم، وبعد كده البوست ده الاند بوينت، ودي الجزء المهم جدا. المفروض ان البوست ديت لو شلتها وكتبت مكانها كومنتس يبدا يجيب لي الكومنتس اللي موجوده، فدي فكره الاند بوينت. فهو ده اللينك كده باختصار، فانا هاخد اللينك احطه هنا. طب وبعدين هنيجي هنا الراجل ده عنده حاجه اسمها ماي اتش تي تي بي دوت سند، وهنا المرحله اللي بتبدا فيها انك انت بتسند او بتعمل كونكشن مع الداتابيز او مع السيرفر بتاعك. ازاي بقى؟ ان انت بتبدا تبعت له تقول له يلا بينا بقى نفتح المشروع ده عشان نبدا نشتغل. طب عشان هرجع الريسبونس، فالراجل ده عنده ماي اتش تي تي بي دوت ريسبونس. فلو انت رحت بصيت هناك كده وبصينا في الكونسول هتلاقي ان الراجل ده رد عليك، بس للاسف الرد بتاعك فاضي. طب ليه؟ قال لك لان هنا بيكون في 4 مراحل الراجل ده بيعدي عليهم قبل ما بيوصل ويرجع لك الريسبونس بتاعه. طب المراحل دي بنسميها ايه؟ بنسميها الريد ستيت. الريد ستيت هم 5 مراحل بيعدي عليهم من 0 ل 4. 0 ده يعني انت لسه ما بداتش، هو بيقول لك حتى ان بيقول لك ان الكونكشن نوت انيشاليزد، فانت لسه ما بداتش. طب لو رجع بواحد، الراجل ده بيقول لك ان هو مثلا يبقى تعالى كده نقول لو هنا مثلا الراجل ده بزيرو بيقول لك ان انت ايه مثلا نوت initialized يعني انت لسه ما بدأتش. طب لو واحد انت كده عملت ايه؟ عملت كونكشن مع السيرفر.
طب ولو باتنين؟ يعني بص احنا برضه عايزين نبدأ نشوف الكلام ده برضه احنا بنراجعه واحنا ماشيين يكون هو الكلام صح. ادي اجاكس، ادي الانترودكشن، هتلاقي انا شارح لك شوية حاجات كده، ونيجي ندخل على اجاكس اكس ام ال. هتلاقي هنا بص بيقول لك هنا ان الريكوست بتاعك لسه ما بدأش. هنا السيرفر عمل الكونكشن، الريكوست بتاعك اتبعت. هنا ريكوست received 3 بيقول لك اني عمل بروسيسنج للريكوست بتاعك. 4 هتلاقيه بيقول لك ان الداتا بتاعتك مالها او الريسبونس بتاعك رجع. طيب فتيجي كده تقول لي طب ما الموضوع ببساطه احنا محتاج نوصل لمين؟ نوصل ل4. طب ما خلاص سهله. هتيجي تقول لي اف كونديشن بسيطه جدا، ان الراجل ده الماي اتش تي تي بي بتاعته دوت ايه؟ دوت ريدي ستيت، خليها ايكوال 4. مش انت عايز كده؟ وبعد كده خلي بدل ما انت بتطبع الكلام دوت فوق، لا نزله لي تحت كل اف كونديشن. انا هقول لك ان انت صح، بس انت هنا الشرط ده عمره ما اتحقق طول ما الراجل ده ما وصلش ل4، وللاسف هو عمره ما هيوصل ل4. انت لو جيت بصيت هنا الاول بعد ما كان مرجع لك الداتا فاضيه، ده هنا ما ردش عليك اصلا. طب وده سببه ايه؟ بسبب ان انت دخلت جوه اف كونديشن هي عمرها ما هتتحقق. ايوه طب انا اختصار للوقت انجزني كده وقول لي اعمل ايه. قال لك زي ما انت كان عندك ايفنتس بتستخدمها في الدوم على الويندو وعلى مثلا الكليكس والماوس والحاجات دي كلها اللي احنا كنا بنستخدمها، قال لك برضه في ايفنت بتحصل على الاجاكس. زي ايه؟ قال لك ان الماي اتش تي بي دي ممكن تعمل عليها ايفنت، بس للاسف مش هتلاقي عندك الكليك. طب امال عنده بقى حاجه اسمها ريدي ستيت تشينج، تابع للتغير اللي بيحصل على ريدي ستيت. طب وبعدين اعمل لي فانكشن. طب الفانكشن دي هدفها ايه؟ الفانكشن دي بس هي هدفها ان هي هتنفذ لك الاف كونديشن دي. هي بتقول له راقب لي الراجل ده كده، شوفوا لي كده لو هو وصل ل4 طلع لي الريسبونس بتاعه، طلع لي الستيت بتاعته. بص بقى لو رحنا بصينا هناك دلوقتي هتلاقي الداتا بتاعتك اهي. بص كل الداتا بالشكل ده، ولكن هنا مرجع لك الداتا على شكل ايه؟ سترينج. بص كده الشكل الداتا راجعه باينه ان هي سترينج. فانا عندي هنا مشكله، يعني حتى لو تلاحظ الجزء ده راجع لي سترينج، فانا عايز ابدا احوله. مين اللي بيحول او مين الكونفرت اللي بيحول الاوبجكت اللي راجع لي دوت لحالته الطبيعيه او بيرجعه لسترينج تاني؟ في عندي حاجه اسمها جيسون دوت بارس وجيسون دوت سترينجفاي. دول كونفرتر او كونفرت موجود بيحول الاوبجكت لسترينج او بيرجعه لحالته الطبيعيه. فالفكره في ان اللي راجع لي من الريسبونس هنا دوت سترينج، فباجي اقول له جيسون كده دوت بارس للكلام دوت، فهو بيبدا يعمل ايه؟ يحول الكلام اللي جاي له ده لايه؟ لاري بقى عادي، بيرجع لك شكله. بص هنا بقى دلوقتي شكله عامل ازاي؟ هناك كان سترينج، لكن هنا بقى رجع لي فعلا اري عادي، اقدر بقى اعدي عليه واحد واحد واعرضهم واعمل فيه كل الكلام الجميل اللي احنا عايزين نعمله ده. ولكن احنا دلوقتي عملنا ايه؟ رجعنا الداتا بتاعتنا. طيب تعالى كده على سبيل المثال، احنا الجزء اللي شرحناه هنا ده تعال نجرب لينك تاني. يعني مثلا تعالى نعمل ايه؟ نجرب ده وناخد مثلا الهيدلاينز بتاعت امريكا، الحته اللي هنا دي، وهاجي هنا واقوم قايل له ايه؟ لا خلي لي بقى ايه الكلام ده كده. المشكله ان انت هنا بقى الدوت ريسبونس بتاعك انت ماشي لغايه دلوقتي صح، بص كده بس، ولكن احنا قلنا ان هنا ان الراجل ده عنده اري اسمه ايه؟ ارتكلز. فالفكره كلها ان انت وصلت لحد هنا، فجايب لك الستاتس والتوتال والارتكلز اللي هم الاري بتوعك. بص كده لو بصيت، ايوه طب اوصل للكلام ده ازاي؟ يا عم بسيطه، ما انت كده كده فيها. مش انت حولت هنا الريسبونس بتاعك اللي راجع لك رجعته تاني لحالته الطبيعيه بالكونفرت اللي اسمه جيسون دوت بارس؟ قال لك قول خلاص دوت ارتكلز. طب انت عرفت الكلام ده منين؟ والله عرفت الكلام ده من الجزء اللي ظاهر قدامي، انا ما بجيبش حاجه من عندي، انا بمشي مع الراجل ده. انا اخر الريسبونس بتاعي وقفني لحد فين؟ وقفني لحد الجزء ده كده، الحته دي كده. قال لي ان انت عندك هنا ستيتس وعندك توتال ريزلت وعندك ارتكلز، والارتكلز ده هو اللي فيه الداتا اللي انا عايزها، فيه الريسورسز كلها اللي انا محتاجها اهي. فانا هنا رحت قلت له ايه؟ لا خلاص يا عم الحاج وديني على الارتكلز بتاعتك دي. يبقى جيسون دوت بارس، حلو، حط لي فيها الماي اتش تي بي دوت ريسبونس، اقفل الكوست دوت الارتكل بتاعتك، او على حسب الاري بتاعك دوت برودكت دوت الحاجه اللي انت هتعدي عليها.
هتلاقي هنا بص هو عرض لك الداتا بالمنظر اللي انت شايفه ده، فدي كده داتا جايه لي من الاي بي اي. احنا المفروض بقى نعرضها ونعمل كل الكلام الجميل ده، ولكن انا هدفي ان انت تفهم دلوقتي كونسيبت الاجاكس بتاعك ده، وازاي بنقدر نطبق عليه وشغالين عليه ازاي. فهو ده فكرته.